كان للفنانة الراحلة شادية بصمات واضحة في الفن المصري طول ال90 سنة اللي فاتوا، خصوصاً إنها واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الوطن العربي، وأحد أهم المطربات في تاريخ الأغنية العربية. سنة 1946 دخلت شادية عالم الفن والسينما، واللي كان عن طريق تقديمها لدور صغير في فيلم أزهار وأشواق اللي ساعتها محققش نجاح. وفي 1947 كانت أول بطولة ليها مع الفنان محمد فوزي في فيلم العقل في أجازة، وبعدها اتعرفت على الفنان كمال الشناوي وبقى أشهر ثنائي في السينما المصرية في مطلع الخمسينات، وبلغ عدد الأفلام اللي جمعتهم حوالي 25 فيلم. وسنة 1952 كانت سنة شادية الفنية، قدمت فيها أكتر من 13 فيلم، ومحدش قدر يكسر الرقم ده غير إسماعيل ياسين اللي كان وقتها في قمة مجده. وفي 1953 قابلت شادية عماد حمدي في قطار الرحمة، واللي كان وقتها مخصص لجمع التبرعات والمعونات للدول العربية وخاصة لاجئي فلسطين. اتجوزها عماد حمدي أثناء تصوير فيلم أقوى من الحب في اسكندرية، وكان ساعتها أكبر منها بحوالي 23 سنة. وفي سنة 1962 حصلت نقلة كبيرة في حياة شادية الفنية، ودخلت عالم الإنتاج السينمائي بفيلم اللص والكلاب اللي خلاها في مستوى فني مختلف عن دلوعة الشاشة. وسنة 1965 اتجوزت شادية من صلاح ذو الفقار بعد قصة حب كبيرة، لكنهم للأسف انفصلوا سنة 1972 انفصال نهائي. وفي 1970 كانت شادية على ميعاد مع فيلم نحن لا نزرع الشوك في دور سيدة، اللي كان أحد أشهر أدوارها عن رواية الأديب يوسف السباعي. وفي 1984 قدمت شادية للسينما آخر أفلامها لا تسألني من أنا مع المخرج أشرف فهمي. وفي 1986 كان آخر ظهور لشادية على المسرح لما أحيت الليلة المحمدية، وغنت أول أغنية دينية ليها وهي خد بإيدي. ومن اللحظة دي شادية اختارت إنها تبعد عن الأضواء، لكن الحقيقة إنها ما بعدتش أبدا، لأنها فضلت في قلوب الملايين. قصة شادية مش مجرد مشوار فني، دي حكاية بنت مصرية قدرت تبقى رمز للفرح والحب والصدق، وصوتها وضحكتها لسه عايشين وهيفضلوا جوه كل واحد فينا.